السلام عليكم. الملك عبد الله ملك الأردن مصر إن يكمل جريمة زواج بنته إيمان اللي شايفينها حضراتكم في الصورة. دي بنته الكبيرة إيمان من الملكة رانيا. مصمم إن هو يكمل جريمة زواجها إزاي. هو عايز يجوزها. طبعا كان من سنة خطبها لشاب مسيحي اسمه جيمي ألكسندر ترميوتس. طبعا ادعوا ان هو اسلم، لكن هو ما زال حتى الآن محتفظ باسمه المسيحي. يبقى بالتالي انت بتضحك علينا، لان لو هو صادق في اسلامه كان يغير اسمه. مش معقول مثلا واحد اسمه بطرس ميخائيل جورج يروح جاي مغير اسمه الاولاني يبقى بكر جورج ميخائيل مثلا. هل ده ينفع؟ ويقول او محمد بطرس ميخائيل. هل ده ينفع؟ يبقى كده بيضحك على المسيحيين او النصارى. انا بقول لكم اهو، لو واحد مسلم عمل كده، يعني مثلا مسلم راح اتنصر وراح ساب اسمه مثلا احمد او محمد او كده وقال ده انا مسيحي، انا بقول لكم هو نصاب وبيضحك عليكم وعايز منكم فلوس. فكذلك برضو الكسندر ترميوتس ده طالما محتفظ باسمه المسيحي وادعى ان هو اسلم يبقى بيضحك علينا، لانه ما زال مصر على تمسكه باسمه المسيحي النصراني. لو هو صادق كان يغير اسمه بالكامل وما يبقاش ليه صلة بالمسيحية، لان مش معقول. افرض مثلا لما يتجوز ايمان وهي بنت مسلمة، لانها بنت الملك عبد الله وهو مسلم، من ام مسيحية. ام الملك عبد الله مسيحية وما زالت مسيحية حتى الآن، لكن ده يجوز في الإسلام إن الرجل المسلم يتزوج مسيحية. لكن العكس، يعني زي اللي هيحصل في إيمان بنت الملك عبد الله، ده حرام، ده زواج حرام. ليه؟ لأن الإسلام حرم إن البنت المسلمة تتزوج من نصراني. وبرضه بقول لكم طبعا في ناس هيقول لك ده أسلم. طيب اسأل نفسك سؤال، ليه هو محتفظ باسمه النصراني الكسندر ترميوتس؟ أنا بقول لكم أهو، نفترض مثلا هم خلفوا ولد هيسموه محمد مثلا، يبقى محمد الكسندر ترميوتس. هل ده ينفع؟ او محمد جميل الكسندر ترميوتس، ما هو مهما كان برضه اسم مسيحي. هل هنخلط بقى الامور ونضحك على بعض؟ فالكلام ده كلام حرام شرعا. وزواج البنت المسلمة من مسيحي او نصراني ده حرام شرعا، ويبقى زواج باطل، ويبقى لا يصح في الاسلام. الكلام ده معروف وحاجة ثابتة يعني. والجريمة دي هيتم بقى امتى؟ هتتم يوم 13 الاسبوع الجاي، يوم الاثنين القادم 13 مارس. تمام. هيكمل هذه الجريمة للأسف الشديد، وهيجوز بنته. الملك عبد الله هيجوز بنته ايمان اللي انتوا شايفينها دي للشاب ده اسمه الكسندر ترميوتس او جميل. هو بيدعي ان هو كان اسمه جيمي الكسندر ترميوتس، وادعى ان هو لما اسلم ان هو غير اسمه جميل الكسندر ترميوتس. الكسندر ترميوتس ده اسم مسيحي صرف، ما ينفعش ان هو يتجوز وهو بنت مسيحية وهو على هذا الاسم. اللي بيحلل الحاجات دي يعني يراجع دينه ويعرف ان هو ماشي في الطريق الغلط. وبنصح الملك عبد الله، انت والدتك مسيحيه وما زالت مسيحيه، فما تجوزش بنتك، ما تجوزش بنتك لرجل مسيحي، لان ده حرام شرعا، وكانك بتخليها تمشي في طريق غلط وطريق حرام. ده غلط، وارجع فيه وتوب. وارجو من الشعب الاردني والناس الامينه على الاسلام هناك ان هم ينصحوه ويوجهوا ليه النصيحة ان هو يرجع في هذا الموضوع سريعا، وما يتمش الموضوع ده يوم 13 القادم اللي هو يوم الاثنين الاسبوع الجاي. ما يتمش الكلام ده، ويعني يبعد عنه تماما، لان انت كده بتخسر دينك ودنيتك. الملك عبد الله ملك، هو في الظاهر هو اسمه عبد الله وهو في الظاهر مسلم ووالدته مسيحية، لكن بهذا الإجراء احنا يعني خلانا نشك فيه، وان هو يعني بيتجه لملة والدته. الكلام ده كلام غلط، ونرجو ان هو يتراجع فيه سريعا ويقف ويتوب لربنا ويرجع لربنا، لان كل شيء ليه نهاية وليه حساب عند ربنا. وبنتك
يعني المفروض غالية عليك، المفروض تحافظ عليها، والمفروض تحافظ على دينها. ما تخليهاش تروح تتجوز شاب مسيحي بيدعي ان هو اسلم وهو ما زال محتفظ باسمه النصراني. فهنا يعني الموقف كله مرتبط بانه متمسك باسمه المسيحي، وده لا يصح ولا يجوز. ليه؟ لان لما تخلف ولد مثلا اسمه محمد، ما ينفعش يبقى اسمه محمد الكسندر ترميوتس، ما ينفعش الكلام ده، لان ده كلام خلط الامور مع بعض وكلام ضحك على الدهون. والسلام عليكم ورحمة الله.